بقول للمسرح الآتي: أعطني مسرحا أعطيك شعبا طيب الأعراق. أعطني مسرحا أعطيك شعبا طيب الأعراق. أعطني مسرحا أعطيك رجلا نادرا. أعطني مسرحا أعطيك امرأة مدهشة. أعطني مسرحا أعطيك جيلا ذهبيا. المسرح مدرسة الشعب. عباس أحمد. مساء الخير. معاكم رضا الوكيل، سيناريست من بورسعيد. مسألة السيناريست ديت الحقيقة ما هيش مسألة سهلة. يكون إن أنا أعتز إن أنا سيناريست ده لأني انتهيت سيناريست، مش بدأت سيناريست. بمعنى أني أنا خريج فلسفة جامعة القاهرة، وأيام ما كنت ده في السبعينات أو السبعينات بدرس فلسفة. كان من حظي إن قسم الفلسفة كان بيدرس 3 علوم مع بعض. بيدرس منطق، بيدرس فلسفة، بيدرس علم نفس. والجميل إن عشان تبقى سيناريست لازم تكون درست هذه العلوم، إما في كتب عادية أو في كتب متخصصة زي الحظ اللي خدمني ودرستها بشكل متخصص. أنا طبعا اشتغلت دارس فلسفة، وبالتالي فكان ده مجال أوسع إن أنا أطبق معاييري وفهمي لمواد الفلسفة المختلفة، المنطق والفلسفة وعلم النفس، لغاية ما اكتشفت إن أنا لا يمكن أكون سيناريست بدون هذه العلوم. علم النفس بيخليني أدرس أبعاد الشخصية بشكل عام في كل مجالها، في كل المجالات اللي بتشتغل فيها بتظهر فيها، وهدف الشخصية وبنيتها إيه، وانتمائها الفكري إيه، وإيه الصعوبات اللي كانت بتقابلها، وإزاي اتغلبت على هذه الصعوبات. هو ده مفهوم السيناريو. ده نمرة 1. نمرة 2، المنطق علمني أن هناك خيط إجباري لازم تتخذه طريق ليك وأنت بتعرض السيناريو، لأن السيناريو هو فكرة، قصة بتعرض باستخدام الصورة. الفرق بينه وبين الرواية، أي رواية، هي إن الرواية بتستخدم اللغة في التعبير عن المضمون، لكن السيناريو بيستخدم الصورة في التعبير عن المضمون، لأن هنا الصورة بتتكلم. إحنا في الفترة
الفترة ديت أنا اتعلمت كتير، وأنا بحتك بطلبتي بالطلبة اللي أنا بدرس لهم، وبدرسهم شعوريا ولا شعوريا، وباخد أنماط بشرية أفادتني بشكل خرافي في شغل في كتاب السيناريو. لما بنكتب السيناريو ما بيجيش الكتابة دي، ما بتجيش من فراغ، لكن بتيجي من وعي لأهمية إنك تكتب سيناريو، لأن السيناريو هو أعلى وأرقى أدوات التعبير. ليه؟ لأنه بيضم جواه كل صور التعبير اللي شافتها البشرية، بيضم جواه الشعر والموسيقى والفنون التشكيلية والمسرح والأساطير، كل ما يخطر على بال البشر من أدوات الإبداع. يجمع هذه الأشياء ويضيف إليها العنصر الذي كان غائبا عن كل هذه الأشكال الإبداعية، وهو عنصر الصورة. الصورة هي الأساس الذي يستند إليه السيناريو في التعبير عن رؤاه. هل ده الصورة فقط؟ لا، الصورة أيضا معها الحوار. الحوار هو الذي يملأ الفراغات ويكشف عن أعماق الشخصية بشكل أو بآخر، وبيحدد مصيرها وتطوراتها وأهدافها والعوائق اللي كانت بتعوق هذه الشخصية في تحقيق أهدافها والخصم إلى آخره. كل دي أشكال لازم تعتمد عليها وتقوم عليها كتابتك للسيناريو. لكن كاتب السيناريو في نفس الوقت بيبقى قدامه تحديات غير عادية عشان يبقى كاتب سيناريو. أولا لازم تكون في خبرة عميقة جدا بالبشر، وده ما بيتمش إلا بالاحتكاك المباشر مع أنواع مختلفة من البشر. إحنا لما بنتكلم عن، افرض إن أنا عايز البطل بتاعي هو نباش، واحد نباش، والنباش ده ممكن يكون نباش في تراب مقابر، نباش عن الذهب والأحجار الكريمة، ممكن نباش للقمامة، وكل واحد من دول تكوين مختلف. نباش في ضابط المباحث لما بيحاول يكشف أبعاد جريمة ما، فبينبش في الأحداث وفي الشخصيات عشان خاطر يوصل الحياة. إذا النباش كمهنة ممكن تطلقها على شخصيات كتيرة جدا وانت بتكتب السيناريو. التحديات اللي ممكن تقابلك وانت بتكتب سيناريو، من الممكن جدا، وده حصل معايا شخصيا، من الممكن جدا ان بطل او بطلة العمل اللي انت بتكتبه يخصمك، وده حصل. بمعنى ان ممكن جدا ابقى واقف على مشهد، وهذا المشهد اقعد عليه 3 4 5 ايام عشان الشخصيه تنطق والشخصيه ما تنطقش. ايضا في شخصيه ممكن تتمرد عليك. عندي في مسلسل قمر سبتمبر في شخصيه اسمه متولي البرش، المفترض وانا بخطط للسيناريو انه هيموت في الحلقه الثانيه. هذه الشخصيه رفضت ان تموت وظلت معايا طول احداث المسلسل 30 حلقه لغايه لما ماتت في المشهد الاخير في المسلسل. اذا الشخصيه لها ارادتها المستقله، الشخصيه اللي انت عاملها بناك ليها بنيتك وانت بتتعامل معاها كانت من الجديه والاصاله، بان اصبحت ند ليك وبتجبرك على انك انت اللي تمشي وراها مش هي اللي تمشي ورا قلمك. دي حاجات ممكن تقابلك، وكتير طبعا من الممكن انك قلمك يقف تماما، يقول لك انا مش كاتب ولا حاجه، لغايه لما بتسترخي وتلاقي نفسك بتصحى من النوم من عز النوم عشان عايز تمسك قلم ورقه وتكتب او تكتب على اللابتوب او اي حاجه. انا كان حظي حلو ان انا التقيت بنجوم كبار في المكانه، وكبار في الفن، وكبار في التاثير على
الوسط الفني. اشتغلت مع ميرفت أمين، اشتغلت مع محمود ياسين، اشتغلت مع هدى سلطان، اشتغلت مع عمالقة في التمثيل، واشتغلت أيضا مع عمالقة في الإخراج، الأستاذ أحمد توفيق، الأستاذ هاني إسماعيل، الأستاذ عبد الرحمن حسام عبد الرحمن، برضه دي ناس لهم تأثير في عالم الدراما. أنا ما كتبتش كتير، لكن كتبت ما يرضيني وما أنا أحس إن أنا يعني حققت نفسي فيه. كتبت 3 مسلسلات، وكتبت أكتر من كان أيامنا في حاجات كده سهرات اسمها سهرات، بتبقى حوالي ساعة ونص أو من ساعة لساعة ونص، سهرة كاملة وكأنها قصة من القصص. وتعاملت مع منتجين كبار الحقيقة. كتبت قمر سبتمبر بطولة الأستاذة الجميلة الرقيقة ميرفت أمين. ومن ضمن الحاجات اللي ما انساهاش إن في لقاء كنا موجودين في اللوكيشن في بريك، وكان واقف معانا مدير التصوير، وكان شخص واضح ان هو وسيم جدا شديد الوسامه. ففجاه قالت له انت بالتاكيد يعني مش شخص عادي. فضحك مدير التصوير وقال لها ليه؟ قالت لانك لابس كاب نوعه كذا، ساعه نوعها كذا، تيشيرت نوعه كذا، شراب نوعه كذا. من بصه واحده قدرت ميرفت أمين انها ما خدتش ثواني انها تشوف هذا الشخص من قمه راسه زي ما بيقولوا الى اخمص قدميه. هذه الفنانه بتملك كاميرا في عينيها، بتلقط وبتوظف الاشياء اللي ديت مكانها كذا، دي مكانها كذا، دي مكانها كذا الى اخره. كان معانا المخرج العظيم لهذا العمل الاستاذ احمد توفيق. هذا الشخص العظيم الراحل له بصمات كبيرة جدا في حياتي. وزوجته الدكتورة روب حسين. الدكتورة روب حسين كانت مخرج مساعد للأستاذ أحمد توفيق، أستاذة إخراج، كانت مخرجة تنفيذية للأستاذ أحمد توفيق. فعمل لي أنا شديد الثقة وشديد السعادة بأن 2 من هؤلاء العمالقة يشاركوا في عمل لي. كان في قمر سبتمبر كان في شخصية، وده بيديك الحرية تشوف ازاي ان الكتابة الجيدة بتخلي الشخص يتحول من شيء على ورق إلى شخصية حية. متولي البرش في هذا المسلسل هو الشخص الذي تحدثت عنه من قليل من قبل، وهو الذي رفض أن يموت في الحلقة الثانية ولم يمت إلا في آخر مشهد في المسلسل. كان في هذا العام. أيضا سلالة عبد المنشاوي كان أستاذ عظيم مخرج هاني إسماعيل، الأستاذ هاني إسماعيل الله يرحمه. وهذا الرجل كان من الكرم والأستاذية، إنه كان بيستضيفنا بيته طبعا، وكان كل تفاصيل العمل اللي احنا بنشتغل عليه بالكلمة كنا بنناقشها قبل ما نصور. خلصنا من قراية كل النص 1200 ورقة، قريناهم مع بعض لغاية لما قلنا أوكي نبدأ التصوير. تعلمت منه كثير الله يرحمه الأستاذ هاني إسماعيل. سلالة عبد المنشاوي كان فيها هدى سلطان، كان فيها محمود ياسين، كان فيها عديد من لوسي، عديد من كبار الفنانين اللي أعتز جدا إن أنا نفذوا لي عمل من الأعمال وأضافوا إلى النص اللي أنا كتبته روح ما كنتش أتخيل إنها تتعامل بيها. أيضا في مسلسل تاني اسمه ماريونيت أو عرايس خشب. ماريونيت هي العرايس الخشب، وبالمناسبة هذا المسلسل اتغير اسمه أكثر من مرة لأن الخلاف كان حوالين
ايه مفهوم الماريونيت والعرايس الخشب والكلام ده، لغايه لما انتهى في الاخر على عرايس خشب. كان اخراج الاستاذ حسام عبد الرحمن، وكان عمله الاول، واجاد ايضا بذل جهده في انه يخرج العمل كما راى وكما احببت ان يكون. مش بس انا كتبت هذه المسلسلات، لا ده انا بدات بكتابه ما كان يطلق عليه ايامها السهرات. كتبت 3 سهرات وتعلمت فيهم، وكانوا في اكبر شركات الانتاج العربيه، واستفدت ايضا من تجربتي في العمل في هذه السهره اللي ساعه ونص، لكن ساعه ونص كانت مدرسه هايله جدا ان انا اكثف وجود الاحداث والشخصيات، عشان في الساعه ونص اقول وجبه فنيه كامله تشبع المتلقي. ايضا في السهرات كتبت الغرفه 619، ودي جميله جدا لان عن نجمه سينما شهيره كبرت في السن، ولدرجه انها مشت من بيتها لان ما كانش قادره تدفع ايجار، وراحت قعدت في اوتيل، فطبعا استقبلت بالاستقبال بتاع سوبر ستار، فقعدت فتره طويله جدا وما كانش معاها تدفع ثمن المكان اللي هي قاعده فيه، وبالتالي كان في سويتش خد باله انها بتتكلم في التليفون فصنت على التليفون. السويتش ده كان معاها ساكن معاها في نفس الشارع اللي نشأت فيه، بقى هو سويتش في الفندق وهي نزيلة عظيمة جدا في نفس هذا الفندق، لكن اكتشف انها في مادية جدا وبتحاول انها تستلف من معرفة فلوس فبيرفضوا. فبدأ هو بنفسه ادعى ان هو صديق ليها وبدأ يبعت لها فلوس لغاية لما اتقابلوا في الآخر وقال لها أنا فلان اللي كنت ساكن معاكي في الحتة الفلانية. فرحت قوي وطلعت السرير بتاعها وماتت. يعني اكتشفت إن كل اللي كانت عايشة فيه كان من الوهم. أيضا الخالة هي سهرة تانية أقرب إلى فيلم سينمائي، بتتكلم عن صراع بين عائلتين في الصعيد. القتيل الأخير كان من إحدى العائلتين ومات ليلة إنجابه لأول طفل له. العيلة المقابلة اللي عندها الطار اللي هي قتلت هذا الشاب كانت جوزها كان مات قبليها، فاللي حصل إن ابنها كبر مش عايزه تجوزه، لانه مجرد ما هيتجوز وهيخلف هيموت في عرف الصعايده في ايامها، على اساس ان بنفس الظروف اللي مات فيها اخر قتيل في هذه العائله لازم يكون الطرف الثاني بنفس الظروف عشان يتقتل هو كمان. فمنعته من الجواز على انها تحافظ عليه. اللي حصل انه كان في اختارت له بنت واتربت معاه وكبرت معاه، لكن كان بيخاف يجي جنبها ويخاف يكلمها لان موتها في ارتباطه بيها وجوازه منها. وبالتالي البنت لان الخاله هي الحاكمه لهذه العائله الكبيره، الخاله هذه الخاله كانت عايزه تحتفظ بانها تبقى خاله للنهايه، والبنت كانت عايزه تبقى خاله هي ايضا، لكن معنى انها تبقى خاله ان جوزها يموت. وبالتالي فالراجل او الشاب رفض ان هو يتجوزها، فراحت عملت علاقه خارج اطار الزواج وحملت واجبرته ان هو ما يقدرش يقول لا، ما يقدرش يقول ان انا مش مني، فاتجوزها ومات في نهاية الحلقة أو نهاية السهرة، بس مش مراته اللي قتلته ولا أعدائه اللي قتلوه، إنه كان غزية كان ماشي معاها ابنها هو اللي قتله. دي
التوصيله ده موضوع ثالث. طبعا انا وانا بتكلم على كتابه السيناريو، انا كان شرفني جدا في الفتره الاخيره من حياتي اني اسد دين المجتمع اللي علمني ببلاش، واللي اداني الخبره من خلال الاحتكاك بالكثير من عناصر، واللي اداني المعرفه بالكتب الرخيصه اللي كانت بقرشين ساغ، كتب عظيمه جدا، كان كتاب بقرشين ساغ، 5 ساغ و10 ساغ و10 قرش. وهذه المكتبه العظيمه هي اللي ربتني وتربيت عليها. هذا الدين الاجتماعي كان لازم انه ارده للمجتمع اللي اداني بمعنى طوق عنقي بهذا الدين الاجتماعي، وبالتالي فانا رديت هذا الدين الاجتماعي بان انا عملت ورشتين لتعليم السيناريو بشكل مجاني، والحمد لله ربنا وفقني بان هاتين الورشتين المجانيتين بالكامل خرج منهم في الدفعه الاولى 8 كتاب سيناريست وكاتبات، والدفعه الثانيه خرج منها 10 كتاب سيناريست وسيناريستات. وانا اتنبأ ان من هاتين المجموعتين هيطلع كتاب سيناريست هيعلموا في مجال كتابه السيناريو على مستوى مصر كلها. اشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب محمد سليمان من بورسعيد، وأمين حزب التجمع ببورسعيد. الحقيقة أنا يعني هتكلم على مشوار ما يعتبرش كبير قوي يعني في مجال المسرح، لأنها هواية. يعني عشت فترة المسرح كلها هواية، صحيح امتلكتني كتير جدا وأثرت فيا وأثرت في حياتي كلها وفي شغلي، لكن هو هواية. يعني فضلت أنا يعني مفيش في يعني جوايا إن أنا أحترف. يعني بدأت الهواية وأنا تلميذ صغير في المدرسة في ابتدائي. كان جسمي كبير شوية بالنسبة لزملاتي، ونشيط جدا وشاطر، يعني متفوق ومحبوب من المدرسين. فكنت في النشاط بتاع المدرسة. عندنا مدرس غاوي مسرح وبيمثل، وفي فترة في بورسعيد كان فيها نشاط مسرحي في كل حتة، حتى المدارس ابتدائي واعدادي وثانوي كان فيها نشاط مسرحي، في اوائل الطلبة وفي حاجات كتيرة، وفي النهاية يعملوا نشاط موسيقي ومسرحي بعد اوائل الطلبة في كل المدارس. فتعلمت وحبيت المسرح جدا. ولما اتنقلت لاعدادي دورت بقى على فريق التمثيل في اعدادي، ودخلت فريق التمثيل ومثلت اولى وثانيه وثالثه اعدادي. وكان معانا ناس يعني مشهورين جدا في بورسعيد زي حلمي علام، السيد عبد السلام وغيرهم، كانوا غاويين مسرح وكانوا بيخرجوا لنا مسرحيات. يعني المسرحيات اللي كانت معروفة في وقتها: فدية الوطن، بلاد مؤذن الرسول، دنشواي، بتاع المسرحية بتاع الفيل فرج ده بتاع كليوباترا، بتاع كليبر. فمثلت وحبيت المسرح. طبعا حبيت بقى بعد كده ان انا معارفي كترت واصحابي كتروا اللي بيمثلوا معايا، وبدات اتفرج في عصر الثقافه، في المسرح الصيفي،
فقلت اروح قصر الثقافه، وانا في الاعداديه رحت قصر الثقافه، دخلت الفرقه، وبعدين انتظمت في الفرقه بعد الاعداديه على طول. لما دخلت فرقه قصر الثقافه الحقيقه كان موضوع مختلف تماما يعني. كانت فرقه فيها نظام، فيها ثقافه، فيها تعليم لجوانب كتيره للمسرح، وكل ما يلزم المسرح يعلموه لك هناك. كان بيدير الفرقه المخرج عباس احمد، وعباس احمد كان يعني معروف يعني في وقتها، بدا يتعرف في بورسعيد وليه نشاط وتخش مسابقات ويكسب وكده يعني. مثلت في قصر الثقافه قبل ما نهاجر اساسا مسرحيتين، مسرحيه الغريب تاليف الفريد فرج، ومسرحيه الموقع 23 تاليف السيد توليب. وعملت بروفات برضو في الفرقه، الليله نضحك مخير رومان، حكايه شركان في بيت زارا دكتور بهجة البدوي، وعملنا بقى شغل كتير بقى، شغل بقى سولفيج، شغل ثقافة، شغل إعداد ممثل، شغل دروس تمثيل، حاجات كتيرة جدا اتعلمتها. وبعدين هاجرنا يعني في الضياع والبحث عن مكان تمارس فيه هوايتك ونشاطك وكده، ومفيش لغايه ما رحت الجامعه وبدات فعلا اشتغل برضه ممثل في الجامعه. كانت فتره مهمه جدا بالنسبه لي، لان انا ظهرت جدا في الجامعه، ظهرت كممثل وكمخرج كمان. يعني كنت يعني بما تعلمت من قصر الثقافه اقدر اعمل اعداد لمسرحيه من روايه من كده. يعني انا عملت اعداد لجزء من البؤساء لفيكتور هوجو ومثلناه على المسرح، دخلنا بيه مسابقات مع كليات المخرج، وانا اللي كنت بخرج، وانا اللي كنت بعمل شخصيه جان فالجان اللي ما زلت نفسي كنت اعملها لغايه فترات طويله جدا وتؤثر بيها جدا. مثلت في الجامعه، والمخرجين اخرجوا لنا من الجامعه سيد طليب وشعبان حسين الممثل. وبعدين جيت بورسعيد واشتغلت في مسرحيه نديم فوق الزعيم، صاحبه الحادثه الشهيره جدا. وبعدين تركتها بسبب ان انا كنت لسه طالب في الجامعه وكده، وبعدين رجعت لها تاني امثل فيها. ومثلت بعد كده مع السيد طليب في مسرحيه احلى صباح يا بورسعيد. بس بعد النديم فوق الزعيم والمشكله اللي حصلت بقى في مضايقات لنا في قصر الثقافه، فرحت اشتغلت في الاستاد، مثلت في الاستاد وعملت مع رشدي ابراهيم. كان لسه رشدي ابراهيم يعني مخرج، كان بيشتغل مساعد لمحمد سالم دايما يعني، واول مره هيعمل مخرج، فاشتغلت فيها انا ومحمد الكتاتني والعرب الجمهور معاه في مركز شباب الاستاد، وعملنا مسرحيه السبنسر. كنت انا بطل السبنسر العسكري صابر، بطل مسرحيه السبنسر. وبعدين حصلت حاجات كتيره جدا برضه لما بدات يعني في حزب التجمع. بدات المضايقات تزيد بالنسبه لنا، ومحاوله المنع من اننا ندخل قصر الثقافه مره اخرى. كنا بنحاول، لكن كان في مضايقات. المضايقات بقى يعني
كانت بشكل مباشر وبشكل غير مباشر يعني. بشكل مباشر من اللي بيضايقونا في الفترة الزمنية دي كانت الشرطة والبوليس والمباحث بتضايقنا جدا وتحاول تضيق علينا الخناق يعني في أي تجمع حتى واحنا قاعدين على القهوة يعني. وبعدين بدأت المضايقات تصل للموظفين كمان يعني الموظفين الكبار بتوع قصر الثقافة. العمل بقى والشغل كان فيه صعوبة جدا، مش صعوبة لكن مع بعض المضايقات وبعض التدخلات تتشكل الصعوبة. انت بتشتغل وبشتغل مدرس، المدرس بيشتغل يعني شغله ما هوش سهل، في تحضير وفي عمل وفي التزام وفي حاجات كتيرة جدا. وبعدين تيجي تحضر في الحزب تمارس نشاط سياسي، وبعدين عايز تمارس مسرح، فكل ده يعني لازم حاجة تاخد من حاجة. الحقيقة المضايقات اللي كانت بتحصل لنا في الأماكن اللي كنا بنروح نمثل فيها خلتنا نتلم شوية في الحزب ونبقى على قد الحزب والعمل السياسي. فاتخنقنا في ممارسة النشاط المسرحي فترة طويلة جدا. اللي كان بيزعلنا إن يبقى صديقك وبعدين علشان أنا مش عايز أذكر أسماء لأن معظمهم متوفى الله يرحمه، يعني تبقى شغال معاه في العمل وهتشتغل يبص تلاقي يجيله مثلا حاجات من بره يقوم يضايقك يخليك تسيب الشغل وتبعد عنه من نفسك. حصلت كذا مرة لدرجة إن أنا مرة بتكلم مع مدير قصر الثقافة السيد أبو زيد الله يرحمه، قام مكلمني بصراحة قال لي يا أخي أنت راجل كويس وإحنا بنحبك وإحنا مش عارف إيه، يعني خليك معانا على طول. وكان تلقائي خليك معانا على طول، وبعدين عايز تاخد شريحة تخرجها، عايز تخرجها مش عارف يعني. والله كده ما كانش لسه جزء كبير جدا من اللي على الساحة مخرجين ما كانوش. أنا كنت بحب السيد أبو زيد رغم إن هو في مشاكل كانت بينه وبين عباس في الفترة ديت يعني، لأنه كان صريح جدا يعني وتلقائي جدا يعني. بس ما عجبنيش الوضع ضد تركيبتي الشخصية. رجعت تقوقعت، تحصل مشاكل، اتضايق، مانيش يعني امكانياتي المادية ضعيفة، اقوم اخد اجازة او من غير ما اخد اجازة اقوم عامل انقطاع ومسافر بره اشتغل. حصلت لي سافرت ليبيا بس ده كان هروب من مطاردة بوليسية، هربت ورحت ليبيا اشتغلت، بعدين جيت رجعت شغل تاني بس أثرت عليا طبعا في شغلي. بعد ما رجعت اشتغلنا ورحت قصر الثقافة اشتغلت مع فوزي سيودة عدة مسرحيات، القفل والقرية المفقودة، مش فاكر ايه المسرحية الثالثة اللي انا اشتغلتها معاه، اشتغلت معاه 3 مسرحيات، حكاية ضحى والولد قلة تأليف يسري الجندي، وبعدين اشتغلت مع مراد منير مسرحية زيارة السيدة العجوز، وبعدين سافرت بره جيت، وبعدين اشتغلت مع عباس
أحمد مسرحية اليهود التائه، اشتغلت معاه في اليهود التائه. وكانت مسرحية شهيرة جدا وعملت يعني جو جامد للفرقة. سافرنا رحنا بيها العراق، كانت مرشحة إنها تسافر بلاد تانية، وبعدين رجعنا تاني لنفس القارة بعد المسرحية. مفيش شغل. اشتغل مع صديقي رشدي إبراهيم وأنا بشتغل معاه، اتقلب. كان صديقي جدا الله يرحمه، وبعدها بقى أصدقاء. هو يصلح لي بعد كده يعني. قلت له أنت اللي عملت معايا كده يا رشدي؟ فقال لي يعني بصراحة أنا كنت على يعني محك، والمسرحية ما كانتش هتتعمل. كان بيعمل مسرحية اسمها حلمي يوسف. قلت له شكرا. خدت بعض ومشيت وقمت مسافر السعودية، اشتغلت في السعودية كذا سنة، وبعدين جيت. من بعد ما جيت في نص التسعينات وأنا ما اشتغلتش مسرح، يعني ما اشتغلتش مسرح. بحب المسرح، بحب اقرا المسرح، اعمل ابحاث في المسرح، في تاريخ المسرح، في المذاهب المسرحيه، في كتاب المسرح، يعني في الدراما بشكل عام، يعني كهاوي ومحب للثقافه بشكل عام. يعني كمان حاجات كتيره جدا أنا كهاوي أحب أعمل العمل اللي يرضيني أنا. لقيت المسألة ما بترضينيش خالص، ولقيت إن أصبح في فلوس، الممثل بياخد فلوس، والمخرج بياخد فلوس، يعني الميكانيست بياخد فلوس وبتاع. كل ده كنا إحنا بنعمله بالهواية، بالعكس كنا أحيانا في أوقات بندفع من جيبنا. كنا عاملين صندوق للحاجات دي يعني. لقيت المسألة اتغيرت جدا. الرسالة اللي أنا كنت مؤمن بيها في المسرح، أعطني مسرحا أعطيك شعبا، والمسرح أبو الفنون، والمسرح ما عادتش موجودة. ما عادتش موجودة. روح الهواية اللي أنا بحبها أصلا ما عادتش موجودة. فانكمشنا شوية وبدأنا نعمل الحاجة اللي مش مشتركة. يعني المسرح بتشتغل مش لوحدك، مع آخرين، لكن لما بتقرا لوحدك، لما بتعمل بحث بتعمله لوحدك. فبدأنا نشتغل بشكل لوحدي كده. اللي أنا نفسي أعمله ما عنديش أقدر أعمله، وبالتالي ما عنديش بفكر إن أنا نفسي أمثل صحيح، لكن ما عنديش بفكر إن أنا أمثل، لأني مش هعمل اللي أنا بحبه، مش هعمل اللي أنا بحبه. كمان حاجات كتيرة جدا اتغيرت في المسرح، وأنا مش بتكلم بشكل تشاؤمي، لكن حاجات كتيرة اتغيرت. أنا بروح عصر الثقافة وبحضر حاجات، وعصر الثقافة ده يعني أخذ مننا فترة طويلة، وأخذ مننا حب غير عادي. ما تعرفش تقعد على كرسي كويس، ما تعرفش تتكلم، ما تلاقيش حد لسه يعرفك بتوع المسرح ويفتكرك. إلا قليلين جدا يعني، اللي هم الكبار اللي في سنك كده، أو اللي سمعوا عنك وأنت بتمثل. فما فيش. كمان التوجه العام ما عادش موجود. كان زمان في توجه من الدولة ناحية الثقافة وناحية الفن كقوة ناعمة مؤثرة جدا
في بناء الشعب والشخصيه المصريه. دلوقتي الكلام ده كله ما عادش موجود، ما عادش موجود. اللي موجود دلوقتي بيزنس. عايز تشتغل ادفع، عايز تشتغل تعمل في المسرح ده اجر المسرح. كنت مستغرب جدا لما ناس بتعمل مسرحيه ورايحه مأجره المسرح بتاع المدرسه الدوليه، ومأجرينه غالي جدا بحوالي 100,000 جنيه. تأجر بحوالي 100,000 جنيه. مسألة كبيرة جدا يعني. أصل الثقافة بيتأجر، المسرح بتاعها بيتأجر. لو جت فرقة من بره أصل الثقافة تعرض لازم تدفع إيجار المسرح، لازم تدفع إيجار المسرح كله. فطبعا ما عادش فيه توجه العام. فالمسرح زي ما الحياة كلها في مصر حصل فيها نوع من التغيير، يعني بعد ما كان الفن وكل حاجة لصالح الناس، ما عادش لصالح الناس، بقى في حاجة تانية بتتعمل لصالح البيزنس. فده اللي موجود. فما عنديش فالرؤية طبعا في مستقبل المسرح الموجود في مصر مفيش. هل ممكن يحصل تغيير؟ الله أعلم. بس اللي أنا شايفه المقدمات ما بتؤديش إلى حاجة أفضل من كده. في النهاية خالص حسب حبي للثقافة والأدب وكده، وإن السياسة كمان أصبحت يعني ما بترضيكش نتائجها المباشرة، مش على مزاجك. يعني ففكرنا أو فكرت إن احنا نعمل صالون ثقافي أدبي، لأننا فعلا محتاجين للثقافة. الثقافة هي والتعليم هي اللي ممكن تغير من واقع الشعب المصري اللي ضرب الثقافة غيرت من الواقع بتاعه اللي كان موجود. فيمكن إذا الثقافة الوطنية والثقافة الجيدة انتشرت وعمت في أماكن كتيرة يمكن لها أن تغير. فإحنا عملنا صالون الشرق الثقافي يعني خطوة أو كلبنة صغيرة في البناء الكبير اللي احنا بنحلم بيه، اللي هو بناء الثقافة من أجل الشخصية المصرية والهوية المصرية الحقيقية اللي بتؤمن بالحرية بشكل عام، حرية الديانة، حرية العقيدة، حرية الفكر، حرية الرأي، يعني حرية الإنسان بشكل عام. ده اللي احنا يعني بنحلم بيه. أشكرك.